معانا النهارده طبعا متسابقة راوية كانت داخلة بوزن والنهارده خست 10 كيلو ومبسوطة من المنتج وعايزين نسمع رأيها الشخصي فيه. والله هو فعلا المنتج انا ما كنتش الاول يعني شددني قوي في الاعلانات، لكن لما جيت على ارض الواقع وشفته ولبسته كمان يعني في الاول كنت اقول ايه لا عادي، لكن لما لبسته فعلا انا خسيت عليه جامد وواظبت عليه. اهم حاجه ان الواحد يواظب عليه، بكفايه ان انت تحسي ان انت قادره تمشي سنك، قادره تتحركي، قادره كده، لكن هو بامانه يعني بامانه والله منتج جميل جدا، وبنصح اي حد ان هو يجيبه بس يواظب على استخدامه. هو ده المكسب المكسب الحقيقي اللي بنقول عليه صرف الوزن فعلا جسم جديد وحياة جديدة، لأنه المكسب الحقيقي مش قيمة الجايزة ايه هي. أيوة طبعا طبعا. بنحب ونطمح نوصل لها، بس المكسب الحقيقي اللي انت شايفاه يعني هي انا فاكرة أول صورة ليها كان التريننج مش بيقفل خالص خالص، ما كانش بيقفل ولا اقدر اقفله كده خالص. دلوقتي هو دلوقتي ما شاء الله رايحه جايه مقفول وواسع ومش ضيق وحاجة يعني ما شاء الله. دي حاجات مش بتتقبل خالص، الحمد لله رب العالمين والله. لكن ربنا يخليك وانا سعيده بيك والله، ربنا يخليك كتير هيستفيدوا برأيك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك بجد. زي ما انا ما يعني استخدمته وفعلا نزل وزني وريحني حتى بكفايه نفسيا ان انت قادره تتحركي. بتمنى ان كل اللي عنده مشكله في الوزن ده فعلا ان هو يجيبه ويواظب بس عليه. الناس بقى اللي دايما بيستصعبوا فكره ان هم بيلبسوه بيقولوا لا ده ضيق جدا مش هنقدر نلبسه. انا قعدت اول لما جبته كان فيها صعوبه، بس لازم اي حاجه من الاول انت لما بتروحي تعملي رجيم ولا بتروحي جيم ولا بتروحي اي حاجه الاول الواحد بيبقى تعبان لازم يبقى عند الواحد اراده ان هو عايز يخس. لكن من خلال خبرتك ومعاملتك واستعمالك ليه دي فعلا صعب لا هو بس بيكتب عن نفس ضيق بيضايق الحركه مش خالص خالص، بل بالعكس ده هو شادد جسمك ومخليكي قادره حتى يعني تمشي عدل. يعني انا كان عندي مشكله فعلا في ظهري والله بجد عمل استقامه يعني. انا بقيت اوقات اكسل شويه ان انا طب لما اعمل الفطار والوجبات ما اعرفش طب بقوم البسه، لا اقوم لا عشان افرد ظهري اكتر، حتى اصلي وانا مستقيمه كده عارفه. والله في حاجه لا حاجه يعني مرن في الحركه معاك، مش زي ما الناس بتفتكر ان ضيقه بيخلي الواحد مش قادر يتحرك بسهوله. لا خالص، يعني حتى التعود عادي بقى هتمشي تقضيه يعني عادي مفيش اي مشكله بالعكس عادي وانت لابسه. في الاكل شدد على المعده وضغط على المعده بيخليكي تاكلي نفسك لا مش نفسك لا انت بتحسي او كمان والله مش عشان انت كده. انا حابه ان الناس تشوف فعلا راي حد يعني استعمله. حتى قلت لي عايزه تسجلي مش عايزه بلاش، لا انا فعلا حابه ان انا اسجل لان انا حاسه بفرق وعايزه افيد غيري بامان. متشكره جدا والله ربنا يخليك. النتيجه اللي وصلت لها ان شاء الله في مراحل ثانيه هنعملها عايزينك تبقي مستمره معانا لحد ما تكتفي وتقولي لا هو ده الوزن المثالي اللي انا حابه اثبت عليه. يا رب نورتينا ربنا يخليكم.